السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم فيديو جديد على القناة. كنتمنىكم تكونوا في اتم الصحة والعافية وانتم دائما كتشاهدوا لا فيديو ديالي. اليوم البنات جيت لكم بواحد الفيديو خفيف ظريف غنصايبوا مع بعضياتنا واحد الشوربه رائعه بالعدس الاحمر والخضر ديال هذا الجو البارد. والاهم من ذلك انها غنيه بالفوائد ديالها. الفوائد ديال هذا العدس الاحمر لا تعد ولا تحصى، غني بالالياف، غني بالدهون الصحيه بالبروتينات، رائع وخصوصا الناس الفقر الدم. مهم غناخدو هنايا واحد جوج خيزوات اللي مقطعين هكايا. عندي بصله وعندي هنايا بطاطا صغيره، بطاطا حلوه، بطاطا عاديه عفوا. الا عندكم بطاطا حلوه ديروا بطاطا حلوه. عندي فلفل خضراء وشويه ديال القزبر ومعدنوس والثومه. اول حاجه بعدا العدس كيكون ديجا منقي وديجا مغسول ومسقطر. غناخدو هنايا الطنجره، وهنا غنديروها صحيه 100%، ما غنديروش نهائيا زيت المائده. درت تقريبا معلقه ديال زيت الزيتون. خصكم دائما تعتمدوا انكم طيبوا بزيت زيتون لانه صحي بزاف. زيت المائده ما عنده حتى فائده. بالنسبه للناس اللي متبعين نظام غذائي صحي هذه غادي تنفعكم بزاف. المهم تما درت البصله ودرت تقريبا جوج دروس ديال الثومه ودرت هنايا الجزر، وغنقلي جميع الخضروات مع بعضياتها. وعندي هنا الفلفل الخضراء، تقدروا ديروا الفلفله حمراء الى عندكم. وبالنسبه للبطاطا خديتي بطاطا صغيره كما قلت لكم في الاول الفيديو، تقدروا ديروا بطاطا حلوه راه هي كتجي زوينه. هنا دائما الشوربه ديالكم باش تجيكم لذيذه ضروري كنقليو الخضر. هنا قليت مزيان الخضر مع الزيت. هنا درت معلقه ديال الكركم، وغادي ندير معلقه ديال السكينجبير، وغادي ندير هنايا معلقه ديال البزار. ما تكثروش البزار بزاف باش ما تجيكمش حاره، ومعلقه ديال المليحه. وهنا باش ما يتحرقوش ليا التوابل غادي ندير واحد شويه ديال الماء غليان باش غادي تقلى ليا الشوربه. هنايا درت راس معلقه ديال القرفه. هنا انا خديت مركز طماطم، تقدروا ديروا مطيشه وحده مقطعه، الا كانت متوفره عندكم ديروها احسن. صافي هنا نشحر كل شيء مع بعضياتهم مع شويه الماء باش ما تحرقش ليا العطريه. هنا خديت المعدنوس، عفوا ماشي القزبر، لا المعدنوس قطعته وتا هو ضفته. وغادي نزيد تقريبا الماء على حسب باش يتغطى. المهم تما انا درت كاس ديال العدس، راه عطاني تقريبا عطاني كميه زوينه، يعني كيعطي كتخرج الشوربه كتجي رائعه. صافي من بعد هنايا ما درت الماء غليان خليتها مده 30 دقيقه، يعني بلا كوكوط بلا طنجره الضغط، راه كطيب غير في الطاوه العاديه. صافي كطيبوها على نار مهيله. هانتوما راه خيزو طايب، كلشي الخضر ديالنا طايبه. ملي كتكون الخضره طريه راه دغيا ما كطيب. وصافي هنا تقدروا تطحنوها في المونينيكس الا عندكم، خليوها حتى تبرد، ولا عندكم الميكسور طحنوها بهذاك الميكسور. هنا من بعد ما طحنتها صافي هنا زينتها بواحد شويه ديال المعدنوس وشويه ديال زيت الزيتون، وضروري من الحامض تعصروا واحد العصير هذا الحامض، كتجي رائعه. كنتمنى انها تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها، راه مفيده بزاف الوليدات الكبار، زوينه بزاف للعشاء، راها رائعه. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. متنسونيش من لي لايك طبعا الى عجبكم الفيديو، بارطاجيو قناتي مع الاصدقاء بالاحباب باش تعم الفائده والقناه ديالنا تكبر. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.